طائر أبو ملعقة هو طائر مائي فريد من نوعه، يعيش بالخصوص في الأراضي الرطبة والمستنقعات الضحلة. هو طائر شديد الغرابة، يكره الوحدة ويهرب من الأماكن الباردة، وبالخصوص لديه منقار يشبه إلى حد كبير الملعقة، ينتمي إلى فصيلة أبو منجليات، يشبه في حركاته إلى حد كبير طائر اللقلاق. أهم ميزاته هو منقاره الطويل الذي يشبه الملعقة، والتي بسببها جاءت تسمية أبو ملعقة. منقاره الطويل والأفطس مميز لدرجة يكون من السهل جدا تمييزه عن باقي الطيور، فمنقار أبو ملعقة لا نظير له في عالم الطيور، كما أن هذا المنقار الغريب في شكله هو الذي يستعمله في صيد الحيوانات الصغيرة التي يتغذى عليها هذا الطائر، والتي يعثر عليها في المياه الضحلة. فهو من الطيور آكلة اللحوم، ويتغذى على عدد من الكائنات الصغيرة، منها الديدان والحشرات المائية والروبيان والرخويات وحتى الأسماك الصغيرة. ولأنه غالبا ما يصطاد فرائسه من المستنقعات والأوحال، فإن لهذا الطائر أسلوبا فريدا في الصيد، بحيث أنه يقوم بهز منقاره نحو اليمين ونحو الشمال كالغربال، وذلك لأجل تصفية الماء والوحل العالقين في الفريسة. كذلك بسبب حجمه الكبير هو يطير بسرعة منخفضة، حيث أن الثقل يمنعه من التحليق برشاقة. أما فيما يخص سلوكيات التزاوج عنده، فإن أنثى أبو ملعقة تتزاوج مع ذكر واحد فقط طوال موسم التزاوج، وفي موسم التزاوج الموالي تقوم باختيار شريك آخر لأجل إتمام عملية تزاوج أخرى. في العادة تضع الأنثى من 2 إلى 4 بيضات على الأكثر، وتقوم باحتضان البيض لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، حيث تساعد الذكور في رعاية الصغار، كما تشارك أحيانا في عملية احتضان البيض. ويتراوح متوسط عمر طائر أبو ملعقة في الحياة البرية ما بين 10 إلى 15 سنة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لكن قبل النهاية نود أن نطرح عليكم سؤالا: باعتقادكم الشخصي، هل جاء اسم الملعقة من هذا الطائر، أم أن هذا الطائر اكتسب اسمه من الملعقة التي نتناول بها الطعام؟ نشكر لكم حسن المشاهدة،